ما الذي أخذناه في دروس الصيام؟ شروط الصيام، ذكرنا بعض شروط الصيام، وسنذكر إن شاء الله عز وجل بقيتها في هذا الدرس وفي الدروس القادمة إن شاء الله. قلنا شروط جمع شرط، وهو ماذا؟ العلامة. قال عز وجل فلينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وفي الاصطلاح نعم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا عدم لذاته. شروط الصيام تنقسم إلى 3 أقسام. ما هي؟ شروط صحة، وشروط وجوب، وشروط صحة ووجوب. نعم. شروط الصحة مثل ماذا؟ الإسلام شرط ماذا؟ صحة ووجوب. الإسلام والعقل شرط صحة ووجوب. هاتوا مثالا لشرط الصحة. التمييز، أحسنت. ومثالا لشرط الوجوب البلوغ. العقل شرط صحة ووجوب، البلوغ شرط وجوب. إذن فالإسلام والعقل شرط صحة ووجوب. ما معنى كونهما شرطي صحة؟ أن الصيام لا يصح من الكافر ولا من المجنون. ومعنى كونهما شرطي وجوب أن الكافر والمجنون لا يجب عليهما الصيام، ولا يؤمران بقضاء ما أفطراه. الإسلام والعقل شرط صحة ووجوب بالنص والإجماع. ما الدليل على أن الكافر لا تصح عبادته؟ قال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا. وفي رواية حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. هذا حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم. نعم. إذا أسلم الكافر في أثناء نهار رمضان يمسك ما بقي، وهل يلزمه القضاء؟ لا، على القول الصحيح. والمجنون إذا أفاق في أثناء النهار يمسك بقية يومه ولا يلزمه القضاء على القول الصحيح. نعم. إذا فقد الشخص عقله بتعديه أو بتفريطه، كما لو ترك تناول بعض الدواء عمدا وهو يعلم أنه بتركه سيجن، هنا يؤمر بقضائه لأنه فرط وتعدى، يؤمر بقضائه على القول الصحيح. والتمييز شرط ماذا؟ شرط صحة. لا يصح الصيام من الصبي غير المميز. ما ضابط التمييز؟ ضابطه وصف وليس سنا. ما هو هذا الوصف؟ فهم الخطاب ورد الجواب. نعم، فهم الخطاب ورد الجواب. حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه أنه قال عقلت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجة مجها من دلو كانت في دارنا وأنا ابن 5 سنين. هذا في الصحيح. ليس فيه تقييد التمييز ب5 سنين، فمن الصبيان من يميز دون 5 في 4 أو ربما قبل 4 بقليل. فمتى ما فهم الخطاب
ورد الجواب كان مميزا. الشرط الرابع من شروط الصيام النقاء عن الحيض والنفاس. وأما النقاء عن الحيض والنفاس فخاص بالنساء، وهو شرط صحة بالنص والإجماع، فإن الحيض والنفاس يبطلان الصيام ويمنعانه، والحائض والنفساء تقضيان الصوم ولا تقضيان الصلاة. أما النص فحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ رواه البخاري. وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه مسلم، وروى البخاري نحوه دون ذكر الصوم. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم، منهم الترمذي وابن المنذر وابن جرير وابن عبد البر وابن قدامة والنووي رحمه الله تعالى. الترمذي في سننه عقب بعض الأحاديث التي رواها، وابن المنذر له كتاب في الإجماع، وابن جرير إمام مفسر محدث فقيه، تفسيره عمدة، المفسرون بعده عالة عليه، تفسير أثري. وله كتب غير التفسير. إذا قيل نقل ابن عبد البر الإجماع على هذه المسألة أو على تلك، ففي أي كتبه؟ في التمهيد وفي الاستذكار. وابن قدامة في المغني، والنووي رحمه الله تعالى في المجموع، وأيضا شرحه على مسلم من مصادر نقل الإجماعات. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهم الصوم، يحرم عليهم الصوم، وأنهما يفطران رمضان ويقضيان، يفطران الأيام التي يكونان فيها على هذا الوصف أو على هذا الحال، الحيض والنفاس، الحيض أو النفاس، يفطران حال كونهما على هذا الحال من الحيض أو النفاس، ويقضيان، وهذا لا بد منه. قالت عائشة رضي الله عنها: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم. نعم، لا يصح. إذن فالنقاء عن الحيض والنفاس شرط من شروط صحة الصوم، هذا في حق المرأة. وكما هو معلوم المرأة تحيض من سن البلوغ إلى سن اليأس. وقال النووي رحمه الله: لا يصح صوم الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما، ويحرم عليهما، ويجب قضاؤه، وهذا كله مجمع عليه. ولو أمسكت لا بنية الصوم لم تأثم، وإنما تأثم إذا نوته، وإن كان لا ينعقد.
وقال ابن قدامة رحمه الله: وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها، لا نعلم في هذا خلافا. وإذا طهرت الحائض أو النفساء في أثناء النهار فلا يلزمها إمساك بقيته، كما هو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد. نعم، إذا طهرت في أثناء النهار لا يلزمها أن تمسك بقية اليوم، لأنه لا فائدة من هذا الإمساك، فإن عليها أن تقضي هذا اليوم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لأنه لا فائدة من الإمساك، لأنه لا يصح صيام ذلك اليوم إلا من الفجر، ولأن هؤلاء يباح لهم الفطر أول النهار ظاهرا وباطنا مع علمهم بأنه رمضان، والله عز وجل إنما أوجب الإمساك من أول النهار من الفجر، وهؤلاء في ذلك الوقت ليسوا من أهل الوجوب، فلم يكونوا مطالبين بالإمساك المأمور به. ولأن الله عز وجل إنما أوجب على المسافر وكذلك الحائض عدة من أيام أخر بدلا عن التي أفطرها، ولو أوجبنا عليه الإمساك لأوجبنا عليه أكثر مما أوجبه الله، لأننا حينئذ أوجبنا إمساك هذا اليوم مع وجوب قضائه، فأوجبنا عليه أمرين مع أن الواجب أحدهما وهو القضاء عدة من أيام أخر، وهذا من أظهر الأدلة على عدم الوجوب. نعم. وإذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ثم أخرت غسلها إلى ما بعد طلوع الفجر فلا يؤثر ذلك على صيامها ولا شيء عليها، كما سيأتي نظيره في الجنب إذا أصبح من جماع أو احتلام، مع ذكر دليله، وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها، وأيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. إذا أصبح جنبا وكانت الجنابة قبل طلوع الفجر، أو أصبحت المرأة طاهرة انقطع دمها قبل الفجر لكنها لم تغتسل إلا بعد الفجر، هنا ماذا؟ تغتسل وتصوم. وكذلك الجنوب إذا أصبح جنوبا وجنابته كانت قبل الفجر فإنه يغتسل ويصوم. ويجوز للمرأة أن تستعمل دواء يقطع حيضها من أجل أن تصوم. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الأطباء ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها ولا يؤثر على جهاز حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك. وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان، وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها، ورضي لها بذلك دينا. فإذا استعملته وانقطع حيضها وجب عليها ما يجب على المرأة الطاهرة من صلاة وصيام وغيرهما، وأبيح لها ما أبيح للطاهرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجوز للمرأة أن تستعمل هذه العقاقير التي تمنع الحيض فتصوم، وهذه العقاقير لها مضاعفات أو ربما كان لها آثار جانبية والله أعلم، لكن لو استعملتها فإنه يجب عليها ويجب على الطاهرة من الصيام والصلاة، ويأتيها زوجها لأنها طاهرة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأما المستحاضة فهي كالطاهرة في أداء العبادات، لا تمتنع من صلاة ولا صيام، ولا يحرم عليها ما يحرم على الحائض،
نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع عليه. نعم. المستحاضة طاهرة، فرق بين المستحاضة وبين الحائض. المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، فدم الحيض دم طبيعي يخرج في أوقات معلومة من الشهر. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، أي الحيض، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. لكن دم الاستحاضة دم فساد. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إنما ذلك عرق. ذكر الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. ما يذكر الفرق؟ دم الاستحاضة يتجمد بسرعة، ودم الحيض يتجمد ببطء. وبعضهم يقول لا يتجمد، ويتجمد ببطء. لكن دم الاستحاضة يتجمد بسرعة، ودم الاستحاضة رائحة الدم المعروف. لكن دم الحيضة رائحته كريهة منتنة. أيضا دم الاستحاضة أحمر اللون، ودم الحيض أسود. دم الاستحاضة رقيق كالدم العادي، ودم الحيض ثخين غليظ. طبعا دم الاستحاضة طاهر، ودم الحيض نجس. دم الحيض نجس بالنص والإجماع. الشرط الخامس من شروط الصيام الوقت القابل للصوم. وأما الوقت القابل للصوم فيحترز به عن العيدين وأيام التشريق، فإن صومها يحرم ولا يجزئ إلا صوم أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، كما سيأتي إن شاء الله. ويحترز به أيضا عن يوم الشك إذا صيم لكونه يوم الشك على القول الصحيح، أي لا يصح. لأنه نهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يحرم صوم العيدين بالنص والإجماع، صوم عيد الفطر وعيد الأضحى نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه، كما في الصحيحين من حديث عمر وأبي سعيد رضي الله عنهما. وكذلك يوم التشريق يحرم صومها إلا لمن لم يجد الهدي، إن كان متمتعا أو قارنا. يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أيام التشريق: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه. وعند أحمد وأبي داود من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. إذن الوقت القابل للصوم شرط صحة، يتحرز بهذا الشرط عن يومي العيد وأيام التشريق ويوم الشك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.